السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايه لكم بروتين جديد ويوم جديد، روتين يوم السوق، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. النهارده يا حبايبي هوريكم انا جبت ايه من السوق، وهقول لكم على الاسعار. انا بصراحة اول مرة اروح السوق من 15 سنة ما رحتوش، واول ما رحت بقيت مبسوطة جدا جدا. كنت رايحة اعمل تحاليل، وبعدين قلت ما جبت طلبات السوق معايا. اتمنى منكم انكم تدعولي ان ربنا يكمل شفايا على خير، وان شاء الله هتشوفوا مننا كل جديد. انا عارفه ان انا مقصره معاكم جدا في الروتينات، بس غصب عني والله العظيم تعبانه. بقالي سنين كتير بلف اعمل تحاليلات واشعاعات ومش لاقيه اي حاجه، وتعبانه جدا. انا هعمل لكم روتين جديد اهوت. النهارده هقول لكم اسعار السوق، وبصراحه يا جماعه في مفاجاه جميله جدا 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 في الفيديو، بس اتمنى منكم ما تسرعوش الفيديو وتابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله، وهقول لكم على مفاجاه هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا بينا. ادي كده ايه طلبات السوق بتاعتنا اللي انا جبتها النهارده يا حبايبي. هقول لكم بقى. هنبدأ بالفاكهة. ده تفاح، كيلو التفاح ب110، وده لقيته الكيلو ب70. جبت نص كيلو للأولاد. الأسعار غالية جدا يعني بصراحة في الفاكهة، فجبت حاجة على قد كده. قد ايه التفاح. وده أناناس أو كانتالوب زي ما بتقولوا. الاتنين كيلو ونص ب25 جنيه. 2 كيلو ونص ب20، معلش اسف. فجبت 2 كيلو ونص للاولاد. وده الجزر، الاولاد بيحبوا ياكلوه كده، يقشروه ويغسلوه ياكلوه، فجبته لهم كده. ده الكيلو ب10 جنيه. لا، ده الكيلو ونص ب10. ده الكيلو ونص ب10. طماطم برضو غالية جدا. الكيلو الطماطم ده ب10. انا جبت 2 كيلو. وجبت الفلفل كمان غالي. الكيلو ب20. جبت نص فلفل ب10. والكوسة الكيلو ب10. جبت كيلو. والبدنجان الكيلو ونص ب10. جبت كيلو ونص ب10. البطاطس الكيلو ب5. انا اولادي بيحبوها مسلوقة متحمرة. جبتها الوسط، مش لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. جبت 2 كيلو. والخيار الكيلو ب10. جبت كيلو خيار. وهنا جبت بصل ابيض. البصل الاحمر غالي جدا جدا جدا. البصل الابيض ده الكيلو ب10 جنيه. البصل الاحمر الكيلو ب25 جنيه. فجبت البصل الابيض، بيبقى طعمه جميل جدا جدا في الطبيخ. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، والله العظيم بيخلي الاكل طعمه جميل جدا. وهنا جبت بقى السمك. جبت سمك كيلو سمك بوري الكيلو ب110. جبته. جبت كرومبة حلوة خالص اهي، جميلة، ب20 جنيه. جبت كرومباية. وهنا جبت ربطة بصل اخضر، الربطة ب5 جنيه. و3 ربط خضرة ب5 جنيه، 3 ب5 جنيه.
وهنا جبت ربطة خس ب5 جنيه برضو. وهنا جبت فلفل اسمر وشطة ناشفة. وان شاء الله هقول لكم مفاجأة جميلة، ما تجروش الفيديو واسمعوا الفيديو للاخر، وفي مفاجأة جميلة جدا هتعجبكم، انتظرون. وهنا يا حبايبي جبت طقم سرير اطفاء، طقم سرير اطفاء ب250 بس. الاسعار دي جميلة. ده طقمين، طقم سرير اطفاء جبته، وان شاء الله هعمل لكم روتين جامد جدا في اوضه الاطفاء وهفرشه معاكم ان شاء الله. وهنا جبت ناموسيات، عندنا الناموس فظيع جدا جدا جدا. دي الناموسية اوضه ب180 جنيه. وجبت ناموسيتين من دولت، قالوا الناموسيات دي جميلة مش بتدخل هبوش ولا ناموس ولا اي حاجة. ديت ب180 برضو. جبت 2 لأوضة الأطفال، ودي للأوضة الكبيرة، ودي السرير طبعا لسرير الأطفال. هعمل لكم روتين جامد جدا واحنا بنفرش المفرش وبنفرش الناموسيات. بالله عليكم يا حبايبي هقول لكم بقى على المفاجأة الجميلة بتاعتنا. لو القناة دي اتفعلت ان شاء الله انا هظهر لكم بوشي. اتمنى منكم ان انتوا تشجعوني وتشاهدوا الفيديو للاخر، لان انا نفسي القناة دي تتفعل باقصى وقت يعني، وانا محتاجة 4000 ساعة. فاتمنى منكم يعني ان انتوا تقفوا جنبي وتساعدوني وتشاهدوا لي الفيديوهات كلها للاخر، واجمع الساعات والقناة تتفعل، وان شاء الله انا هظهر بوشي كامل ان شاء الله. فلو تابعتوا الفيديو ده وتعليقاتكم الجميلة اللي بتعجبني جدا ومشاهدتكم للفيديوهات، وقفتوا جنبي وشاهدتوا الفيديو للاخر وجمعنا الساعات والقناة اتفعلت، هتبقى في ان شاء الله روتينات جامدة جدا جدا جدا. اتمنى منكم الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك. وده روتيني يوم السوق، وان شاء الله هعمل معاكم روتينات جامدة جدا في الايام اللي جاية. دعواتكم بس ان التحاليل تطلع على خير. انا والله بقالي يومين والله بروح احل عاملة تحاليل كتير جدا جدا جدا. دعواتكم ليا بالشفاء، وان شاء الله انا هبقى تحت حسن ظنكم. وتابعوا الفيديوهات بتاعتي بالله عليكم وعليكم، بحيث ان انا اجمع الساعات والقناة تتفعل باقصى وقت، لان انا فعلا محتاجة القناة ديت ومحتاجة الشغل ده فيها ومحتاجة مساعدتكم ووقوفكم جنبي. واتمنى منكم ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.